واذا فتح الدم قبل النضج يطلع شويه صديد بسيط كده، انما الباقي دم. ليه؟ لان المده اللي بنقول عليها والصديد اللي بيطلع من الجرح دي اشلاء معركه، اشلاء معركه. المعركه جت بين الكرات اللي بتعمل مناعه والميكروب اللي دخل الجسم. ربنا عامل الصيدليه كده، ساعه ما يجي اي حاجه تروح معركه قايمه بين الكرات والايه والميكروب، تقعد المعركه دايره، ولذلك انت تشعر بحراره لان في معركه في جسمك. فاذا انتهت المعركه بان انتصرت الكرات المناعه على الميكروب، تبقى في اشلاء القتلى بقى، المده اللي بتيجي دي. لما تكون المعركه لسه دائره يبقى ينزل ايه؟ صديد، وينزل ايه؟ دم. ما دام ينزل صديد ودم تبقى المعركه ما انتهتش. لو نزل الصديد وخلاص